في السبعينات الثانويه العامه ما كانش فيها ادبي وعلمي ورياضه، كانت ادبي وعلمي. في احد لجان الثانويه العامه في شاب صغير في ثالثه ثانوي قاعد في الديسك، اللجنه كده طوابير ديسكات يعني، فهو في الديسك اللي جنب الايه؟ الحيطه. خلي بالكم من القصه دي عشان همثلها. كان الامتحان فيزياء وفات من الثلاث ساعات الفيزياء دي من الامتحانات المرعبه طول عمرها يعني، فات حوالي ساعه وثلث يعني تقريبا اولموست ايه. انا قلت لكم هو في اخر الديسك، يعني هو في اخر الديسك يعني وراه ايه؟ حيطه. فهو بيجاوب جنبه مراقب، المراقب ده حط رجله كده على الحيطه وبيشرب فنجان قهوه. بيشرب فنجان قهوه، مراقب بقى والدنيا كله بيحل يعني. فجأة المراقب ده وقع هو والقهوة على الولد اللي بيجاوب. القهوة غرقت ورقة الإجابة، ورق الإجابة كان ورق رخيص بيشف، فبقعت القهوة في أول صفحة قد كده، تاني صفحة كده، تالت صفحة كده، الكراسة كلها راحت باشت، يعني تحط صباعك تخرمها. انتوا واخدين بالكم من القصة؟ وبعدين ايه؟ جم اتنين شالوا شويتين رايحين جايين، اغمى عليه واو الى اخره، راح حد جه قال لا 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 مش عارف الراجل مات وسبحان الله ونات وات، يعني الخضه ان اللي وقع عليه ده ميت كمان يعني. المهم الولد مش عارف يعمل ايه، لان الامتحان ايه؟ فات تقريبا 40% من الوقت. جابوا له كراسه جديده وقالوا له اطمن هتاخد وقتك كامل. عبل ما استجمع قواه فاتت له ربع ساعه ابتدى يجاوب. بعد ساعه ونص جم قالوا اتصلنا بالمنطقه، والمنطقه رفضت انك تمد ورق لان في عربيات بتيجي تبرشم من الاظرف بتاعه الاجابات ولازم الاجابات كلها تتسلم. الولد ده كان متفوق. المتفوقين مش زي العاديين، المتفوقين عندهم هس كده بيحسبوا بالربع درجه، يعني يقول لك في الفيزياء هجيب 49.5 من 50. في ناس يعني بتقول لك اجيب 27 28 فضله عادل، فضله عادل. بس عيب المتفوقين ليهم يعني اللي مش متفوق يحس الناس دول عندهم وش في دماغهم. المهم ضاعت الثانويه العامه، مفيش ملاحق. ضاعت الثانويه العامه، مجهود سنه. كل اصدقائه دخلوا كليه الطب، كل اصدقائه دخلوا ايه؟ كليه الطب. طب وهو المجموع نزل قوي قوي قوي، نزل على الاقل 10% عن كل اصدقائه. دخل احد الكليات النظريه وكلهم دخلوا كليه الايه؟ القمه. وهو فضل مكسور وزعلان جدا 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 جدا، عاوز يقول انا زعلان منك يا رب، بس الولد ده كان بيحب ربنا فمش قادر يقولها، بس انكسر، اتطفى. تصور لما بيخرج مع اصحابه كله عامل ايه في الاناتومي، وعامل ايه في الفسيولوجي، وعامل ايه في الهيستولوجي، وعامل ايه في الفارما، كل بقى الكلام بتاع كليه الطب دول، وهو مش معاهم خالص. تمر الايام وهذا الشاب ده بعد ما اتخرج بسنه واتنين ربنا يبعت له ما لم تره عين ولم يسمع به اذن، ويكون الوحيد اللي بيقرض جميع اصدقائه من خير، ويقولوا له احنا الطب وقع علينا بالخساره، يا ريتنا كان الامتحان باظ ودخلنا معاك الكليه. وربنا اداله لدرجه بقول لكم ان كل اصحابه القصه دي انا عارف ابطالها، يعني كل اصدقائه كانوا بيحسدوه من اللي ربنا اداهوله. شغل لا تتخيلوه، تميز لا تتخيلوه، بقى يقبض بالدولار ويقبض باليورو ويدي استشارات والفلوس تجيله قبل الكلام الانفتاح والكلام ده دلوقتي اللي هو اونلاين معروف، ده زمان ما كانش فيه كده.
ربنا فتح له سكك لدرجة إن كل أصحابه تقول أنت كل يوم ربنا بيعمل معاك معجزة. يا ريت الراجل كان مات علينا وإحنا بنمتحن يا أخي. علشان كده أنا أوقات بيبقى عندي قصر نظر، باصص لحاجة ضاعت مني دلوقتي ومش شايف بالإيمان ربنا هيعوض إزاي أو يعمل إيه مع يوسف بعد ما اتسجن 11 سنة.